اليوم جيت بواحد الوصفة جديدة، ماشي جديدة، هي وصفة تقليدية مغربية كلنا تنبغيوها، وهي عبارة على السلو. المهم، هذه هي المكونات اللي قاع جميع المغاربة يعرفوها. ما محتاجاش نوري لشي حد شنو هي المقادير ديال السلو. هذه هي المقادير ديال السلو. عندي الطحين اللي هو محمر، ها هو كيلو. عندي نص كيلو ديال السكر كلاصي، زلافه ديال الزنجلان محمر ما مطحونش، وزلافه ديال الزنجلان محمر ومطحون، وزلافه ديال اللوز محمر مقلي ومطحون مزيان وزلافه ديال اللوز مهرمش. تمام. وعندي هنايا كاس ديال الزيت اللي قليت فيه اللوز، عندي الكوزه، عندي القرفه، عندي هنايا النافع وحبه الحلاوه، حبه الحلاوه والنافع. وغادي نحتاج زويته بلديه من طبيعه الحال، وعندي هنايا الزبده اللي مذوبه. وهذه هي المقادير. المهم ما عنديش ديك المسكه الحره، وانا دابا في واحد المكان اللي غير متوفره ليا، ولكن استغنيت على هذيك المسكه الحره. على بركه الله. الطحين اللي محمر كي قلت نديرو هو اول حاجه محمر ومغربل. عندي هنا واحد المعلقه ديال الملحه، نزيدو السكر كلاصي، نص كيلو ديال السكر كلاصي، زلافه ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون، زلافه ديال اللوز اللي حتى هو مقلي ومطحون، ونزيدو هنا واحد 2 معالق كبار ديال النافع وحبه الحلاوه، القرفه واحد 2 معالق كبار حتى هي، الكوزه او كوزة الطيب كي تيقولوا لها في الشرق، المهم حنا تنقولوا لها الكوزه محكوكه. وغادي نزيد ديك اللوز اللي مهرمش، وديك الزلافه ديال الزنجلان اللي ما مطحونش. دابا غنزيد واحد كاس ديال زيت بلديه، نص كاس بحال هكاك، وغنزيد داك الكاس ما كاملش ما عامرش ديال الزيت اللي قلينا فيها اللوز، كاس ما عامرش. وغادي نزيد داك الكاس ديال الزبده اللي مذوبه، نحيدو على ديك الرغوه، وغادي نكملو الجميع ديال هاد المكونات. دابا من بعد ما خلطته مزيان، راه قطعت معكم الكاميرا، قطعت التصوير ودلكته مزيان. دابا غادي ندوزو للخطوه الاخيره. الخطوه التاليه هي انني غنجيب واحد اللاطه بحال هكا، اللاطه، وغادي نفرش لها هاد البابي، وغادي نخويه
هكا. وغادي نبدا نبسطو. وغادي نبدا نضربو فحال هكا، نبقى نضرب عليه بحال هكا، نضرب حتى يخرج داك الليدام اللي فيه كلشي، ديك الدهون اللي فيه كلها تخرج على الوجه ديالو. وغادي ندير هاد العمليه وعاد غادي نرجع نكمل معكم التصوير. اذا ها هو من بعد ما شبعت فيه الترقيق بحال هكا، شوف كيفاش رجع ولا خرج داك الليدام كله اللي فيه. ها هو تمام. غادي نحاول نطراسيه كله وعاد نغطيه وندخلو الفريغو. دابا من بعد ما طراسيتو بحال هكا نجيب واحد اللويزات وغادي نغرسهم فيه بحال هكا. المهم ها هو بعد ما طراسيتو وربعتو غادي نغطيه كيف قلت لكم. اوبا غادي نغطيه وغادي ندخلو الفريغو يومين حتى يشد راسو، وعاد غادي نخرجو ونقطعوه ونحطوه في بواطات. وهكا كانت النتيجه النهائيه. نتمنى ان الوصفه تجيكم خفيفه ظريفه على قلوبكم. المهم الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.